احنا عشان نبسط موضوع البلان، فانا في موديول كده انا مخترعه يعني عشان اكد للناس اهميه الورقه والقلم. نقول كلمه بلان هنطلع منها الفرعين بي وبي، نقول لك ايه البي هنا وبي هنا؟ بن وبيبر. يبقى عشان اعمل بلان انا محتاج ورقه وقلم، ما فيهاش كلام، لازم ورقه وقلم. الورقه والقلم دول هيسمعوا معايا في حرف بي تاني، يعني انا بسميه بروسيس، العمليه. اصلا لو احنا جينا نلخص البيزنس في اي حاجه، هو عباره عن انبوت بروسيس واوتبوت. انا عشان اطلع بمنتج، نجاح مشروع، تطوير موظفين، زياده مبيعات، اي حاجه، بحتاج ان انا ادخل مدخلات واشتغل عليها واطلع اوتبوت. طيب البلان دي لازم يبقى ليها هدف، فبنختار حرف بي تاني اسمه بير. الغرض من البلان، الغرض من البلان فيه نقطتين مهمين فيه: كلين اور نوت كلين، واضحه ولا مش واضحه. احيانا انا ببقى عايز اعمل خطه انا مش عارف هي هدفها ايه. انا عايز ازود مبيعاتي، عايز اقلل تكلفتي، عايز اعمل افشنسي على المشتريات، عايز اطور الموظفين، عايز اشوف الصنف ده بيكسب ولا بيخسر، اللاين ده بيكسب ولا بيخسر، الموظفين دول انتاجيتهم اعلى من اللي بياخدوه ولا لا. فلازم ابقى محدد الهدف بتاعي. انا لازم ابقى مدرك ان انا لازم اعمل بريبير، حرف بي برضو كمان، ان انا استعد كتير. بص الجمله دي مهمه جدا. كل ما هتزود درجه البريبريشن بتاعتك، كل ما هتستعد لاي حاجه انت عايزها. هتستعد لموسم رمضان، هتستعد لموسم العيد، هتستعد السنه الجديده، هتستعد انت عايز تعمل لونش لصنف جديد، هتستعد للفرع فتحه جديد، هتستعد للمشروع جديد. كل ما هتزود درجه الاستعداد، كل ما هيزيد عندك المهاره. نفس الكلام البلان. بيقول له دايما ايه، الواحد عشان يلعب ماتش كوره ساعه ونص بيقعد يتدرب 3 ايام، عشان يلعب بطوله اولمبيه بيقعد يتدرب سنه كامله. احنا في البيزنس ده متوسطنا ما بنحبش الحته دي، لان الانتاج ما بيبانش. انا لما اجي مثلا اعمل مشروع بتخيل ايه، انا عايز اعمله بسرعه 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 عشان ابدا اشتغل. لا، انت كل ما هتزود درجه البريبريشن، كل ما حجم مشاكلك هتقل. فدي نقطه مهمه جدا في البلان. لو البريبريشن ده عالي او البريبير ديجري دي، درجه الاستعداد دي عليت عندك، هيحصل ايه؟ البرفورمانس بتاعك هيعلى. لما البرفورمانس بتاعك هيعلى، هو ده معيار قياس الاداء، كي بي اي او الكي بيرفورمانس انديكيتور، معيار قياس الاداء بتاعك ان انت حققت كام من البلان اللي انت بتحلم بيه. لازم، كنا مره قلنا قبل كده ان في بلاننج، اورجانيزنج، ليدنج، كنترول. اخر حاجه الكنترول والتقويم. ده انا بقارن بين اللي انا نفسي كنت اعمله واللي حصل فعلا. ده بيبان فين؟ في كلمه البرفورمانس. اول ما البرفورمانس بتاعك يعلى وتعرف يعني ايه درجه استعداد، هتوصل للبروفيشناليزم اللي انت بتحلم بيها، الاحترافيه، اللي هو البيزنس يمشي لوحده ويحصل العمل التراكمي، اللي يحصل لي بشكل تلقائي مبيعاتي تزيد، تطور موظفيني، خدمه العملاء تبقى عندي ثابته، الجوده عندي في الاصناف ثابته، المشتريات عندي تبقى ثابته، البراند بتاعي يعلى. هو ده هيوصلني للبروفيشناليزم. اللعبه فين بقى؟ ان انت بص فوق. اول ما بدانا كلمه بي بلان وصلتني لايه؟ البروفيشناليزم. يبقى انا بحلم دايما بايه؟ اي حد تساله يقول له انا عايز اوصل، يقول لك توصل بالبروفيشناليزم. مش هتوصل بالبروفيشناليزم من غير ايه؟ البلان. طيب البلان دي هي الورقه والقلم. الورقه والقلم باي صيغه بقى، باي شكل، هتواجه مشكلتين تانيين برضو بادئين بحرف البي: بيشنت وبيشنت. انا دايما بسميها بيشنت وبيشنت. بيشنت هنا انا بسميها مرض. انت كاورجنايزيشن، رائد اعمال، كصاحب مشروع، لازم تبقى مدرك وعامل السوات اناليسيس: سترينث، ويكنس، اوبورتيونيتي، ثريتس، نقط القوه والفرص والمعوقات والتهديدات. بالذات نقط الضعف اللي عندك. لازم تبقى عارف ومدرك ان انت عندك ضعف. التعليم بتاعك كان عامل لك مشكله، انت ما فتحتش بيزنس قبل كده. زي ما كنا بنقول احنا معظمنا فتح بيزنس ازاي؟ كان معدي قدام مكان لقى زحمه، عمل المشروع ده، عمل ولبسه 3 4 سنين ما عرفش يطلع منه. فانا ازاي ابقى محدد نقط الضعف اللي عندي؟ من خلال ان انا ابقى مدرك ان انا عندي مشكله. واول خطوه تو سولف بروبلم يو هاف تو بي اوير، يعني انت كل ما هتبقى على درجه وعي بمشاكلك هتعرف تحلها. فلازم تعمل لنفسك سوات اناليسيس وتبقى مدرك ان انت بيشن. البيشن ده محتاج ايه؟ محتاج بيشن تانية، الصبر. مفيش حد بينجح من غير صبر، من غير جلد، ان هو يستحمل. انا عشان نعمل الحلقه دي بنعيد ونستحمل ونعيد ونستحمل، هو ده الطبيعي. ان تبقى مدرك ان البيزنس بتاعك عشان ينجح محتاج منك درجه عاليه جدا من الصبر. هيسمع معاك بقى في الحاجتين انك بتحلم بيهم: بيبل وبروفيت. بروفيت الربح، هيجي لك فلوس لو انت لعبت بالسايكل دي كلها في الاخر ان شاء الله يعني. وبيبل عندك حاجتين. لو احنا بنتكلم على الناس، الكرو اللي شغال معاك هيزود اللويالتي بتاعه، وهيبقى مور موتيفيتد، هيبقى متحفز جدا وعنده ولاء كبير جدا ليه. والكاستمر هيبقى بيلدينج ريليشن شيب، هيبني معاك علاقات قويه جدا لو انت شغال معاه بالورقه والقلم. انا عميل رقمي موجود عندك في الشركه، بتكلمني كل عيد وكل عيد حب وكل عيد صغير، وبتهنيني وبتفكرني وتبعت لي، اكيد انا هبني معاك علاقه. لذلك لو في توثيق ودرجه فورماليزيشن وبلان، كل الوظائف بتاعت الاداره الثانيه، الاورجنايزنج والليدنج والكنترول، هتنجح. فدرجه البلان احنا في البيزنس طبعا متوسطه، عايزين نقول ايه؟ ورقه وقلم يا عم. ما تتوهش نفسك، استخدم ورقه وقلم واكتبها باي صيغه. اللعبه بتقول ان من اول البلان من غير ورقه وقلم عمرك ما توصل للبروفيشناليزم. الصبر ودرجه ان انت عارف مشاكلك هي اللي هتسمع لك حاله الربح كبروفيت وكبيبو. هو ده ملخص بسيط من نقول تاني
في شكل البلان ينفعنا كلنا من غير ما نتوه بقى في جمله ايه نزل ابلكيشن واعمل واعمل واعمل. هي دي المشكله، انت بتلاقي تكنيكس كتير جدا عن البلان ممكن تدخلك في حاله توهان ما تعملش منها اي حاجه. هقول لك ضيف عليها جمله واحده بس، هي التايم لاين. حط الشهور من اول يناير لغايه ديسمبر ووزع عليها كل شهر والهدف بتاعه، مفيش ابسط من كده. الورقه والقلم هم اللي هيحققوا لك دول، الورقه والقلم هم اللي هيحققوا لك دول، الورقه والقلم هم اللي هيحققوا لك دول. طب دول مربوطين ومعتمدين على دول مش هيحصلوا من غير مجهود. دي لازم تكون واضحه، ده يكون عامل استعداد. الجزء ده هو اللي هيوصلك لده. لو انت اعتبرت ان الجزء ده منفصل عن ده مش هيحصل. لازم تبقى مدرك ان انت عندك مشكله ولازم تصبر عليها عشان تحقق ده وتحقق ده. طيب خلينا نتكلم بشكل اوضح. اعمل هنا تايم لاين. السنه 12 شهر عمرها ما اتغيرت وهتنتهي معاك 31/12. اعمل التايم لاين، البلان خلصت يا عم الحاج، مش محتاج اي حاجه تانيه. ظهري